شحال مرة كنكونو في سونتر كوميرسيال ولا في مول ولا في شي بلاصة فيها الناس بزاف بحال السوق ولا قصرية كبيرة. كتوقع لينا بزاف هو ملي كيتلف لينا ولدنا الصغير ولا بنتنا الصغيرة مكيكونش عارف شنو يدير. حنا براسنا خصوصا إلا كانت الأم كتخلع بزاف وكدوخ وما كتعرفش ما دير، وغالبا كتبقى تبكي اولا الاب كيبقى يدوخ حتى هو. في هذا الفيديو هذا الخطا غنشوفوا شنو هو الحل ديالو، كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الوضعيه، خصوصا في بلاصه كبيره بحال المول اولا سونتر كوميرسيال مرجان ولا اي بلاصه كبيره. اولا ملي يتلف عليا ولدي غنمشي مباشره لعند الاستقبال، نعطيهم المواصفات ديالو والاوصاف ديالو، طويل قصير غليظ رقيق، لون شعرو شنو لاباس، واش فيه شي مرض، واش عادي، واش كيسخاف ولا كيجي شي حاله ديال الهيجان اولا العصاب ولا ليبيليبسي وكيطيح. ثانيا نعطيهم بالضبط البلاصه فين كان معايا اخر مره، غالبا تيكون قريب من ديك البلاصه. ثانيا نحاول ما نبانيكيش، ما نتخلاش، ما نبكيش، نضبط النفس ديالي، نعطيهم معلومات بزاف على ولدي، ودائما نرد البال من الناس اللي حدايا. الا كان شي واحد تابعني في ديك البلاصه من الاول ولا حاضيني من اتساع، شي واحد بان ليا غريب، نحاول نشد لولدي في يديه مزيان وما نديرش شي حركه اللي تخليه يتسلى عليا. ثالث حاجه وثالث نصيحه هو انني دائما الا خفت على ولدي من الاحسن نخليه في الدار مع شي واحد، ولا نخليه مع الام ديالي ولا اختي ولا اي واحد باش ما يتسلاش عليا. ولا ما لقيتش ولدي في سونتر كوميرسيال غنتوجه بسرعه اقرب بلاصه وغنديكلاري بان ولدي مشى ليا، ونعطيهم الاوصاف ديالي. نتمنى هذا الخطا ما يتكررش. الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع صحابكم، ربما يستافدوا، ربما ينقذوا طفل في المستقبل. الى بغيتو فيديوهات بحال هكا شاركوا في القناه، تلقاو فيديو جديد. الله يعاونكم.